أخيرا وبعد انتظار تم طرح إعلان الموسم الثالث لمسلسل يومي زهور الدم، والإعلان كان مفتوح على الأحداث اللي رح يعيشها أبطال العمل خلال الموسم الثالث. الإعلان كان بحجم تطلعات محبي العمل فخم، وأبدع من دون شك الممثل الشاب باريش باكتاش في تجسيد دور الرجال اللي خسر عائلته. طبعا ما كان في كشف لأوراق السيناريو، ولكن المحبين طلعوا بكذا تحليل كالعادة. وبالرغم انه الاعلان كان متمحور بس على شخصية باران، ما شفنا مصير ديلان شو، الا اني اعتبرها حركة ذكية لترك مساحة كبيرة للغموض وتشويق المتابعين للموسم الثالث. وبما أنه الإعلان اقتصر على تقديم شخصية الآغا باران، بس مع هيك كان في تفاصيل صغيرة عم تعطينا إشارات للقادم. باران طلع بإطلالتين، الأولى وقت الحادث وهيدا الشي كان واضح، والثانية كان مبين أنه تلقى العلاج ورجع لمكان الحادث. والسؤال هو اللي انطرح هو: هل تم العثور على زوجته ديلان وابنه؟ لكن الأكيد أنه قال جملة خلتنا نتأكد أنه تم العثور على أحد أفراد عائلته، يا إما ديلان يا إما ابنه ميلان. لكن الأكيد أنه باران قال أنه لم يستطع حمايته. واضح أنه تم العثور على واحد، إما زوجته أو طفله، والأقرب أنه تم العثور على ديلان وهي فاقدة لذاكرتها، لأنه في التسريبات الطفل ميرا رح يكون بعيد عن أهله. وبالتالي شفنا في نهاية الموسم الثاني أنه ست غامضة أخذت الطفل، وبالتالي باران كان بيصرخ بيأس أنه ما قدر يحمي طفله وخسره، ويمكن يكون هذا أحد أسباب خراب العلاقة بين البطلين باران وميران. اختصار الإعلان على شخصية باران فقط أثار غضب واستياء المتابعين، متسائلين ليش تم تهميش شخصية يامور من الإعلان الترويجي للموسم الثالث. وأحب أطمنكم أنه في أخبار تؤكد أنه في الإعلان القادم راح يركزوا على شخصية ديلان، ويمكن تكتمل عندنا تفاصيل أوضح على الموسم الثالث.